هلا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. رجعت اليوم وياكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو مختلف. اليوم راح اسوي روتيني المسائي للدوام. اسوي دولمة غدا الباكر الفها، وثاني يوم اخليها على النار تستوي وناكلها على الغدا. اسوي هماتين اليوم عشاء، راح اسوي كباب ونواشف. شوفون هنا حضرت الخضار اللي راح اثرمها، طبعا عدا الفلفل. هنا عندي البصل راح اسلقه اخليه على النار عمود يسهل علي طريقة لفه. وهنا عندي السلق غسلته ونظفته. هنا عندي لحم مثروم وعندي طاسة تمر تعطي نكهة بدل العضود اللي اخليها مع السلق. راح اسوي لبنتي عشاء. فمثل ما تشوفون هنا بوتيتا، يعني كسرتها هيك مكعبات وسلقتها بالماء وشوية افوكادو، وطبعا عليها رشة ملح كلش بسيطة. اخبطهن سوية. اول شي اهرس البوتيتا، طبعا هاي وجبة يعني فوق ال6 اشهر يقدر ياكلها، وبعدها اضيف عليها الافوكادو. هاني جربت يعني ما اخلي لها ملح لان يقولون مضر، والشكر هماتين، بس يعني هي ابد ما تتقبل الاكل يعني الا ملح، يعني ما تقدر تاكله الا ملح. يلا ملح يعني، بس اني شنو يعني اخلي لها ملح كلش شوية. فهسه هنا أنا هرستها كلش زين. هسه راح ابدي اضيف شوية من الافوكادو. طبعا هو كلش مفيد للاطفال، يعني خاصة هيك عمر، يعني يعني طعمه يشبه البيض المسلوق. فاخليت يعني تقريبا ملعقة مال الطعام، لان يعني كمية البوتيتا عندي هواية. فهسه صار عندي جاهز. تقدرون توكلوا لي على وجبتين، طعمه كلش طيب. اول ما ابدي راح اثرم كل هاي المكونات وارجع لكم. طبعا راح اشيل جزراية، اثرم بس وحدة، والثانية اخليها بالوية الدولمة بشكل شرائح. راح اثرم كل هاي المكونات وارجع لكم. بعد ما ثرمتها راح اغسل التمن واخليه على الحشوة، واللحم هم راح اخليه. بعد ما ضفت التمن راح اضيف هنا قطع اللي هنا، راح اضيف اللحم. بعد راح اضيف شوية دبس رمان، يعني انا احب شوية اكثر عم تصير كلش طيبة. طبعا الملح انا اضيف خاشوقة ونص للجدر كله، تريدون كيفكم تقسموها على الحشوة وعلى الجدر. فللحشوة اضيف ملعقة، وللجدر اضيف نص ملعقة. لمندوزي في نص ملعقة كلش كافية، لان انا جدري صغير مو كبير. البهارات انتو حرين بيها. انا اضيف شوية من البابريكا، وراح اضيف بهارات دولمة. هماتين البهارات تكون حسب رغبتكم، يعني تقدرون حتى لو ما تضيفون بهارات عادي. فلفل اسود. هسه راح اخلي المعجون والزيت. انا احبها حمراء، اكو ناس تسويها صفرة، انتو حسب رغبتكم. هسه تضيفون الزيت. الزيت يكون حسب رغبتكم. دولمتي عبارة عن بصل وسلق وفلفل شوية ينطي نكهة، يعني احنا نحبها هيجي. انتو تريدون تخلون شجر، باذنجان، بوتيتا، طماطة، شوندر، بكيفكم شو تحبون تخلون خلوا، بس احنا نحبها تكون هيك. يعني اخلي عليه شوية زيت، ولا هو ما يحتاج، بس هيك يعني شوية دهينة تصير طيبة. هاي هيك يطلع البصل بقى كلش سهل. تخلوه يستلق هواي، لان اذا انسلق هواي بعد ما تقدرون حتى تلزموه عمود تلفوه. يعني هي كلها خلوه بمي حار يفور مدة 5 دقايق بس مو اكثر. راح اكمل البصل وارجع لكم. هسه اني هنا لفيت كل البصل، يبقى ذني الصغار هيك ما يلفن، فاشمروهن ويا حرام تذبوهن. فهن اول تالي راح ينأكلن. هي عادي راح اشمر هاي الفلفلاية هنا، وهاي الجزراية راح اقطعها واخلي. اهم شي تسوون هاي الحركة للفلفلاية، تشكشكوها على مود النكهة مالتها تطلع عالدولمة. هسه راح احشيها واخليها بالنص، وراح ابدي الف السلق. قطعة ثانية. راح الف كل السلق وارجع لكم. طبعا هنا الدولمة صارت عندي جاهزة. فهسه راح ابلش بالكباب والنواشف اللي راح اسويها للعشاء.
أول ما أبدي راح أسوي الكباب. بصلاية واحدة، طماطاية، باقة كرفس، وهنا شجراية واحدة، وفصين ثوم ولحم. هاي كل المكونات راح أخليها بالخلاط، يعني حتى اللحم راح أخليه بالخلاط. هذا الكباب بعد ما ثرمته هسه راح أضيف له ملح، راح أضيف له بهارات كباب طاوة. بس تريدون تعرفون شنو البهارات؟ أنا اشتريها جاهز، يعني مكتوب عليها بهارات كباب طاوة. بس إذا تحبون تعرفون فهاي مكتوبة هنا المكونات: زعتر وكركم وجوز الطيب وبابريكا وفلفل أسود دارسين وكمون وكبابة وملح. تشوفون هاي ملعقتين كبار. هو الطحين حسب الرغبة أو مو حسب الرغبة، يعني حسب ما تشوفون إنه قوامه صار كلش زين. بس لا تكثرون هواي طحين لأن يصير ما طيب لما نتقلوا، يعني الطحين يصير بارز بيه ويصير ما طيب. راح أعوف الكباب بالثلاجة، يعني هيك شوي يبقى فد نص ساعة أو هيك شي وأستعمله. هو راس قرنابيط يعني على قد حاجتكم، وراس بصل، قطع القرنابيط والبصل، وأخليهن بهذا التبسية. شوية زيت على مود للحمس، فهسه راح أخليها على النار تحمس. بتيتا على قد الحجم اللي انتو رايدين. أنا عندي القرنابيط دا يحمس، تظلون تحمسوه لحد ما يتغير لونه تماما، وتخلوا له ملح وكركم ورا ما يعني يحمس كلش زين، ومي شوية، وتغطوه لحد ما يستوي. واذا تحبون تخلوا له كاري هم يطلع كلش طيب. هاي البوتيتا اللي قطعتها راح اضيف لها ملح، هاي ملح شوية. هسه راح اضيف له كركم. هسه راح اخلي مي، يعني اخلي مي يغطيه وانتظره لحد ما يجف، يعني لحد ما ينشف وتستوي البوتيتا. طبعا هاي الطريقة كلش طيبة تصير البوتيتا بيها، وكلش صحية، لان تقدرون تخلون دهن كلش قليل، واذا تحبون ما تخلون دهن هم عادي. فكلش طيبة هاي الطريقة تسوون بيها البوتيتا. هنا هم بعد ما حمس شوية راح اضيف له كركم، راح اضيف له ملح، راح اخفه كلش زين، راح اغطيه. عن هنا حمس عندي وتغير لونه، فراح اضيف له شوية ماي، يعني تقريبا قلاص واحد، يعني هيجي، وراح اغطيه على نار متوسطة، اغطيه وعوفه يستوي. بوتيتا هنا صارت عندي جاهزة ومستوية، وحتى اذا تقيسوها راح تشوفوها مستوية. هنا دا اقلي الكباب، وهنا أنا عندي القرنابيط همتين صار عندي مستوي كلش زين. استوى من الجهة الثانية. طبعا الدولمة خليتها بالثلاجة من اقعد الصبح، اخلي لها شوية مي وملح ومعجون وتستوي على النار. وهنا مثل ما تشوفون العشاء صار عندي جاهز، والكباب صار كلش طيب، وباقي الاشياء صارت كلش طيب. اتمنى تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد، واشوفكم بالفيديو القادم، ومع الف سلامة.